الإجرام آخره الحبس. مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو. النهاردة هنتكلم عن موضوع منتشر جدا، موضوع البلطجة وانتشار القوة والسلاح الأبيض والسلاح الناري، اللي واحد فاكر نفسه إن هو قوته في البلطجة إنه يفرض سيطرته على الناس. كل الكلام ده هنناقشه في حلقة النهاردة. هنعرف امتى موضوع البلطجة يبقى جريمة، ازاي الدولة بتواجه الموضوع ده، وايه عقوبته. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة. استنوني بعد الفاصل. في بداية الحلقة حابب أرحب بسيادة المستشار أسامة عبد الفتاح، محامي بالنقد. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. نورتنا يا سيادة فندم. المستشار. لا شرفت بيك. الله يخليك يا سيادة رب. المستشار. في البداية سيادة المستشار كنت حابب أسأل، يعني ايه بلطجة؟ وايه اللي يخلي الناس تقول على شخص ان ده بلطجي؟ يعني بيعمل ايه؟ البلطجي ده هو كل شخص يستخدم قوة أو عنف ضد شخص آخر بالتهديد بالإيذاء، أو يتعدى عليه بالضرب اللي هو فعل مادي، أو إن هو باللفظ، أو عن طريق الواقع التواصل الاجتماعي إن هو يهدده بالقتل أو يهدده بأي تهديد آخر. ده يعاقب بفعل البلطجة ومجرم في القانون. تمام. هل من وجهة نظر حضرتك ايه اللي بيعاقب عليه القانون في حالة ان شخص يعرض قوته او ان هو يفرض سيطرته على الناس؟ القانون حدد عقوبات للشخص. لو شخص ضد شخص آخر بيعاقب في القانون المصري طبقا للمادة 375 مقرر من قانون العقوبات المعدلة بالقانون مرسوم رقم 10 لسنة 2011. يعاقب لو شخص ضد شخص آخر يعاقب بالحبس فيما لا تقل عن سنة إلى 3 سنوات، ومدة عقوبة مراقبة مساوية لمدة العقوبة. تمام. هل وجهة نظر حضرتك في فرق بين البلطجة والسلاح الابيض والسلاح الناري؟ لا مفيش فرق. هو البلطجة أصلا بيرتبط بيها وجود سلاح أبيض أو سلاح ناري. يعني يعني هما اي شخص التلاتة يحمل مرتبطين ببعض. اي شخص يحمل سلاح او سلاح ناري او سلاح ابيض ويعمل افعال البلطجه فهم ارتباط يقترنوا ببعض. يبقى طب ايه؟ ايه هي عقوبة ان شخص اثناء بيتفتش لقوا معاه سلاح ابيض؟ وهل هتفرق العقوبة دي لو هو سلاح ناري، وهتختلف ولا لأ وليه؟ اكيد طبعا هتختلف. ان السلاح الابيض عقوبته في القانون هو ايه؟ بس السلاح الابيض الاول، مم. السلاح الابيض كل شخص يستخدم معاه عصا او اداه او موس او سكينه او بلطه او الاسلحه اللي هي مثلا حتى لو في ايده طوبه ويتعدى بيها على شخص اخر، ده سلاح ابيض. تمام. ده عقوبة السلاح الأبيض تبدأ من عقوبة من شهر لحد 3 سنوات وغرامة 500 جنيه. تمام. لكن السلاح الناري ده عقوباته بقى أقوى. السلاح الناري بيتقسم لقسمين: في سلاح ناري مشخشن، والسلاح الناري المشخشن ده اللي هو المسدس أو الطبنجة الآلي، البندقية الآلي. والسلاح اللي هو غير مشخشن زي الفرد الخرطوش. وبتختلف العقوبات ما بين السلاح الغير مشخشن لفرد الخرطوش، ان تبدأ العقوبة من 6 شهور لغاية 5 سنوات. طب لو في حالة ان هو موجود معاه مسدس نار أو او سلاح بندقية. آلي او بندقية آلي، لا لو مسدس تبدأ العقوبة من 3 سنين ل5 سنين. ده لو مسدس. لكن لو بندقية آلي تصل العقوبة لمؤبد ل 20 سنة. طيب، من وجهة نظر حضرتك دور الإعلام والميديا التلفزيون والأفلام، هل ليه دور في انتشار صفة الفوضى والبلطجة؟ اه طبعا اكيد. انت اصلا معظم الناس اللي في الشارع المصري بيقولوا ان المسلسلات والافلام اللي هي تناولت البلطجه، والبلطجي بصفته ان هو رجل بطل، وان هو بطل المسلسل او بطل الفيلم بلطجي، بيقوم بقى بيضرب الناس، بيشرب مخدرات، بيشرب خمور، كل الكلام ده وهو في صورة بطل. هو ده السبب الرئيسي ان الشباب النشء خدوا في ذهنهم ان البطل هو اللي بيستخدم البلطجه وهو اللي بيشرب مخدرات وهو اللي بيشرب. هي دي المشكلة اللي أصبح بيعاني منها الشارع المصري. من وجهة نظر حضرتك إن القانون الموجود حاليا كافي عشان ننهي على الجريمة ديت، ولا محتاج يتعدل؟ لا هو القانون كافي، لكن لو احنا نقدر بعد كده نقدر نزود نسبة التوعية ببرامج زي برنامج سيادتك كده مثلا بيتكلم في موضوع البلطجة والعقوبات اللي فيه، يبقى كده بقى هنقدر نوصل لمرحلة أفضل مع في الشارع المصري. إن احنا نقاوم الناس نفسها من فعل البلطجة، نعرفهم من عقوباته، نعرفهم إن ده فعل مشين، نعرفهم إن ده فعل يؤدي إلى الحبس والسجن. لازم تبدأ التوعية. طب إيه النصيحة اللي تحب توجهها للجمهور في آخر الحلقة؟ النصيحة بقى للشباب الأول اللي بتبدأ بيه هو الشباب
في مصر، يعني ان هو المنتشر فعليا الشباب دلوقتي كلهم، حتى الناس بتعاني من الموضوع دوت. الشباب كلهم بقى بيستخدموا فعل البلطجه. يجب ان هو يتجه شويه للدين، نوجه الشباب شويه للدين، الشباب تتجه للدين، تتجه للتعليم اكتر، للصحه، للمذاكره، يلعبوا رياضه، يبقى ده شيء افضل. يشغلوا وقت الفراغ بتاعهم. اه، يشغلوا وقت الفراغ بتاعهم بالرياضه والكلام دوت. نقدر نعمل نشء يقدر يطلع بالمجتمع ده، يعلي نسبه المجتمع. ان هو اهتم بالشغل واهتم بالتعليم، اهتم بالرياضه، اهتم بالكلام ده، هيقدر يطلع نشء قوي، هيخلي دوله قويه. ما هي الدوله القويه بتبدا من النشأه. والشباب دوت لو هو بقى بلطجي وفي الشارع وماسك سلاح والكلام ده كله، طبعا اي دوله في العالم بتتمنى الدوله التانيه ان هي يبقى كل تسقط حياتها كده. اه. تسقط. اه، يسقط طبعا. ربنا تقع يحفظ الدوله بلادنا. كلها. ربنا يحفظ بلدنا حبيبة. وفي نهاية الحلقة حابب أشكر سيادة المستشار أسامة عبد الفتاح محب النقد، شكرا. نورتنا يا فندم. ربنا يخليك. شكرا. وحابب أقول لمشاهدينا النهاردة كنا بنتكلم عن موضوع الإجرام ونشر البلطجة وفرض السيطرة بالقوة والسلاح الأبيض والسلاح الناري. القوة مش في السلاح، القوة في القانون. إحنا مش في غابة، إحنا دولة قانون. اللي هيغلط هيتحاسب. أي حد رجاء إن هو ما يمشيش غلط ويمشي صح. وبكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والأفوكاتو مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.